السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بقى قبل ما نبدأ أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة جديدة وكل حاجة كده. يا رب أشوفكم في أحسن حال يا جدعان. ربنا يستر علينا عشان الواحد خلاص قرب يجيب آخره، الامتحانات محطة عليه حطة وحشة. فالنهاردة زي ما انتوا شفتوا كده في الصورة المصغرة هنقول لكم عن أفضل 10 أنميات أنا شفتها السنة دي، ومش هطول عليكم، يلا بينا نبدأ. واول انمي معانا يا صديقي هو سولو ليفلينج، تمام. واحداث الانمي بتحكي عن صياد ضعيف، وفي واحده من مهامات صيد الوحوش او مهمات صيد الوحوش اي حاجه بيتعرض هو واصحابه لكمين، وده ادى لوفاه جميع صحابه، بس بطلنا نجا. ولا ومش كده وبس، ده بقى عنده قوة خارقة كمان، وطبعا حياته اتغيرت وزادت مواجهته للمواقف الصعبة وحاجات جامدة بفتيقة كده. فخش شوفوا اتفرجوا على الانمي يعني. وتاني انمي انا صديقي هو جوجيتسو كايسن، وبتدور القصه يا صديقي الصدوق على ايتادوري، واللي طبعا زي ما احنا عارفين بقى ان هو دخل مدرسه الجوجيتسو عشان هو بيعرف ياكل صوابع سكونة وبتاع. وفي الاخر طبعا زي ما احنا عارفين حصل فايتات جامده بفتيقه. وطبعا ارك شيبويا او شيوبيا، الارك الاخير ده جامد بفتيقه. وطبعا يا جدعان ما ننساش الاهم احداث اللي حصلت في الموسم، جوجو اتختم او حاجات جامده بفتيقه يا جدعان. انتوا لو ما اتفرجتوش على الجيتسو كايسن الموسم ده فانتوا فايتكوا كتير خالص. وتالت انمي معانا بقى صديقي هو فينلاند ساجا، وده الموسم التاني، وبيكون بيستعد سورفين ان هو يتطور من شخصيته، من ان هو بقى كان طفل مدمر لمراهق ملوش اي 30 لازمة، بس كبر وعقل وبقى بس حرفيا ملوش هدف برضه. وبتظهر بقى شخصيات هيلعبوا دور محوري جدا في التجارب والمحن لسورفين. فيا ترى هيعملوا ايه؟ يعني اكيد انتوا اتفرجتوا يعني فانتوا عارفين اللي فيها يعني. والانمي رقم 4 هو طوكيو ريفنجرز. وطبعا يا جدعان تاكيميتشي عظمه عظمه على عظمه على عظمه. وبتدور طبعا احداث الانمي على تاكيميتشي، واللي هو قرر ان هو يرجع بالزمن لورا في مرحله ال 12 بالتحديد اللي هي الثانويه يعني، عشان ينقذ صديقته اللي اتقتلت من العصابة اللي هي اسمها طوكيو مانجي اللي هو كان فيها اصلا، تمام. وطبعا انتوا عارفين القصة فبلاش احرق عليكم او لو عايزين نفكركم فبيس يعني اي حاجة. فاللي بعده والانمي بعد كده معانا صديقي هو نير، حاجة شبه كده. انا ما اتفرجتش عليه بس هو جامد بوفتيكا لاني اتفرجت على ملخص فبيس. وبتدور بقى قصة الانمي في احداث بعد الغزو الجوي المفاجئ للارض من كائنات فضائية، واللي وصلوا البشر انهم خلاص هينقرضوا، وربنا الفضائيين دي ناس بتفهم اقسم بالله. في نفس الوقت بقى البشر لجأ للقمر عشان بيجهزوا هجوم مضاد عشان يرجعوا الارض تاني، فاهمين يعني هم اصلا كرشوا حوار كده. فيا ترى ده ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هتعرفوه. ده مش بيفكر اهم حاجه، بس اهم حاجه هو ده مش بيفكركم بحاجه ان الفضائيين كرشوا الارض، الكرويين اللي هم البشر من الارض ودوهم الارض، مش بيفكركم بحاجه كده؟ والله ربنا ينصر اخواتنا ويصبرهم ويرحم شهدائهم، وبس نخش على بعض. والانمي رقم 6 صديقي هو الانمي ده جامد بفتيكو. احداثه بقى بتدور على بنت اسمها شيز، عزيز المشاهد عيب. وطبعا كانت يتيمه وكان كمان بص الدنيا داس عليها، اتباعت عبيده ما زال. شفتوا يعني في عز ما هي بقى كانت زعلانه انها تتباع لحد هيستعبدها وطلع ميتين ابوها. بيوصل راجل ملثم كده غريب واشتراها مقابل فلوس كتير فشخ، وبعدها بياخدها بيروح بيها بيت صغير كده في غابه، وهناك بتحصل حاجه محدش يتوقع. فايه هي الله اعلم، فلما تتفرج هتعرف. بطل دماغك الوسخه دي عزيز انها مش هتوصلك لحاجه. والان بعد كده معانا هو ده، انا مش هقول اسامي عشان القصه بتاعتهم اعظم من اساميهم. وبيبدا بقى الانمي بواحد عليه $1,000,000 على راسه، يعني اللي هيقتله كده هياخد $1,000,000. واللي كان شرير بقى ومش بيرحم حد، واللي بيعارضه بيقتله وسكاكين وبتاع، بس الحمد لله لسه عايش. وبنكتشف بقى ان هو شخص كيوت ولطيف وظريف وبيتجنب العنف. فليه بقى هم حاطين $1,000,000 على قتله؟ ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي، لان الانمي ده جامد
بوفتيقة. والان بعد كده الجامد بوفتيقة بليتش. وطبعا ده الجزء الجديد اللي بيكمل رحلة اتشيجو في ان هو يعرف نفسه وقدراته بشكل اكبر واحسن عشان يجهز قبله مواجهة الكوينشي عشان ينقذ مجتمع الارواح. والصراحة بقى الانمي ده جامد بوفتيقة ويعني عظمة. والانمي رقم 9 معانا صديقي هو ديمون سلاير. وطبعا الانمي ده عبارة عن معارك عبثية واحداث كتيرة بقى طبعا بتتنفذ في الانمي. وكان من افضل الانميات والانمي بعد كده معانا صديقي هو الانمي الجامد بوفتيقة. انا مش عارف اسمه، هو اسمه انمي يعني من الاخر. وبتدور قصته بقى عن عيله من 3 افراد مش مرتبطين بدم واحد، يعني ده جوز دي وراحوا جابوا طفله من ملجأ وكلام غريب كده يا جدعان. وطبعا كان في الاب كان جاسوس والام كانت قاتله مستاجره وبنتهم كانت بتقرا الافكار وحاجات كده غريبه وحاجات جامده بوفتيقة من الاخر يعني. مش عارف انتوا مستنيين، روحوا اتفرجوا على وبس كده تكون خلصت حلقة النهاردة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة. وسلام.